السلام عليكم. المحاضرة السابعة في كورس سي اس اس. النهاردة هنتعلم أداتين في السلكتورز حلوين جدا ونقدر نعمل بيهم شغل جميل. فنكتب كود ال HTML بتاعنا، هنعمل div، هاجي جواه أعمل بيه كود فيرس أكاديمي، هطلع بره الديف هعمل بيه وليكن هلو. وتعالوا نكرر الاتنين دول تاني كده ونكتب أي حاجة. نكتب مثلا هنا بروجرامينج، هنكتب هنا بيه، نكتب هنا وورلد. كده انا كتبت ديف، بعد كده كتبت 2 بي وراه، بعد كده كتبت ديف تاني، بعد كده كتبت وراه كلمة ممكن نكررها كده. وهاجي هروح على كود السي اس اس بتاعي، صفحة السي اس اس بتاعتي، وهنعمل ديف. هنعمل السلكتور بتاعنا بقى، السلكتور بتاعنا علامة الزائد، وبعد كده هقول له بي، وهاجي اديله color red، font size وليكن 24 بكسل. هنا هنلاحظ ان كود فيرس ما تلونش فيها حاجه خالص. اللي تلون هلو اللي بعدها، اول هلو بعدها. بعد كده وورلد والديف ما تلونوش بالاحمر، بعد كده هلو اللي بعدها اتلونت اللي هي هلو دي. معنى كده ان علامه الزائد دي عملت ايه؟ علامه الزائد معناها ان انا هروح اشوف الديف اللي انا عامله واجيب اول حاجه بعده هي دي اللي هتتنسق. نفس الكلام هنا، راح شاف الديف وبعد كده جاب اول حاجه بعده هي اللي اتنسقت، فنسق لي كلمتين هلو. ادي كده دي اول علامه عندي. تاني علامه عندي علامه السيبلينج، اللي هو نقدر نقول عليها ابن او التالي. فهقول ديف كده، بس المره دي هعمل علامه دي. العلامه دي بتتعمل بشيفت مع حرف الذال او الشيفت مع الزرار اللي جنب الواحد. بعد كده هقول بي، وهروح ادي نفس التنسيق، color ريد، فونت سايز حجم الخط بتاعي 24. فهنلاحظ دلوقتي ان كل الحاجات اللي بعد الديف اتنسقت، كل الحاجات اللي بعد الديف خدت تنسيق، اللي هو اللون الاحمر، والفونت سايز بقى 24. فالفرق اللي ما بين علامة الزائد المنظر ده والمنظر ده، ان دي بتلون كل اللي بعد الديف. دي كده هتلون كل اللي بعد الديف هيتلون. دي اول حاجة بعد الديف على طول، اول حاجه بعد الديف على طول هي اللي هتتلون معايا. تمام. اشوفكم في حلقه جديده في كورس السي اس اس. السلام عليكم.